مرحبا حبايب قلبي، شلونكم وشلون الصحة؟ إن شاء الله زينين وإن شاء الله بصحة وسلامة. اليوم راح أسوي وياكم البورق العراقي مثل ما تشوفون بهذه الصورة. سويت البورق حشيته بالدجاج، والمربعات حشيتهم بالجبن. شوفوا شكلهن الجبن ايش قد ذايب وهشة من جوا، والطعم العجين كلش طيب مثل ما تشوفون وياي بالصورة. هنا أنا راح أبدي وياكم بطريقة الحشوة مالت الدجاج. راح أسويها وياكم طبعا حشوة الدجاج. بهذا الصورة خليت هنا زيت أو دهن تحبونه انتو، وراح أخلي البصل. خليت بصل طبعا ثرمته ما حضرت الطعام ويا حبتين من الثوم. وهنا حبايب قلبي خليت البصل ومحمص فيه بهذا الشكل. بعد ما تبلنا البصل خليت صدر الدجاج طبعا ثرمته مثرمة اللحم بهذا الشكل. خليت فلفل ألوان أصفر وأحمر، وخليت بصل بدون حمص، يعني شوية قليل حتى يطعم بهذا الشكل. بعد ما حمصتهم خليت البهارات اللي تحبونها. أنا خليت بهارات دجاج وبابريكا وشوية ملح وأوريجانو وخلطتهم وخليتهم هذا الشكل. شوفوا الشكل مالتهم. طبعا راح يبدي شوية ماي من الخضار والدجاج، راح أعوفهم شوية بس ينشفون حتى أبدي أطفي النار. إذا تحبون تخلون كرفس خلوه، بس أنا حبيت هالمرة أغير، كل مرة أحط كرفس، هالمرة ما خليت. خلصنا من حشوة الدجاج، هسه راح أبدي بالعجينة. مثل ما تشوفون راح أخلي 4 قلاصات من الطحين بهذا الشكل. القلاص لازم تقيسون به، هذا هو القلاص، يعني القلاص القياس أو أي قلاص عندكم موجود بالبيت. خليت 4 قلاصات من الطحين و8 من خواشيق النشا وبيضتين. حفظوهن وياي حبايب قلبي. 4 طحين و8 نشا خواشيق وبيضتين ورشة ملح. خليت رشة ملح بهذا الشكل، وخليت 4 طحين و8 خواشيق من النشا، وخليت الماء. وراح أبدي أخلط حتى أخذ القوام اللي أنا محتاجته بهذا الشكل. خليت بيضتين بهذا الشكل، راح أخفقهم كل زين حتى أحصل على القوام اللي أنا محتاجته واللي رايدته بهذا الشكل. هسه راح أبدي أصف العجينة وأسويها. طبعا هنا أنا فرشت وقعدت جوا القاع، نزلت الطباخ لأن الكمية كبيرة. دهنت بكلنسة شوية زيت في الطاوة، والأحسن تكون عندكم طاوة شوية زينة وما تلزق بهذا الشكل. فريت الطاوة حتى تاخذ العجين مستوى واحد، حخليها إلى أن تستوي. حبايب قلبي شايفين العجينة شقد خفيفة وحلوة ومستوية بهذا الشكل. راح أخليها بالصينية. طبعا أنا راح أبدي أطلع وألف، وأنا يمي طبعا طلع وألفهم. هذه حشوة الدجاج بهذا الشكل بعد ما بردت شوية وخليناها، طعمها كلش طيب. راح أبدي ألف وياكم. طبعا حشوة الدجاج سويتها بهذا الشكل، وأما حشوة الجبن سويتها مربعات حتى أميزها عنهم. العجينة كلش طيبة واللون صار ذهبي وكلش حلوة وطيبة ولذيذة، وإن شاء الله تعجبكم حبايب قلبي. ولا تنسوني باللايك والتعليق والاشتراك، ودمتم في أمان الله.